وسهلا. انت بالذات بيضت وجوه العرب في هذه تصرفاتك، ورحت للبوليس وقلت لهم انه نريد يلق ونريد نحمي الجماهير المغرب. كل شيء راه غادي مزيان، ويعني احنا فرحانين، ولكن عاود خصنا هذه الفرحه تكمل يعني تكمل على خير. مشاكل، على خير، بلا مشاكل، بلا صداع. ما عندنا ما نمشيو نديرو في مير ولا في. زين، انت شنو رسالتك للشباب؟ والله انا نقول للشباب يعني يفرحوا، ولكن ما هذيك الحوايج اللي في راسهم كاع ما يفكروش فيها. يعني ما خصهمش يقولوا غادي نمشيو للمير ولا ستاسيون ولا. احنا الفرحه ديالنا هنا، ومخرجتنا كره القدم. ما خرجناش باش للسياسه، ولا خرجنا لكره القدم باش نفرحوا وصافي. زين، البوليس يعطاكم الضوء الاخضر؟ والله يعني الشرطه البلجيكيه والله عاملين يعني دايرين معنا المجهود. هاك تشوف، ها هما فين راهم مريحين في القنت، ولكن حنا اللي رحنا دايرين الخدمه، نهضروا مع الدراري. غير السياسه، الفرحه نفرحوا. يعني العالم العربي كامل فرح بهذا التاهل ديال المنتخب الوطني لنصف النهايه، ولكن الحمد لله الاجواء يعني حتى البوليس رشقت لهم، قال لك زعما الدعوه اليوم راها غاديه نيشان، ونتمناو تكمل هكذا. كيف كانت تعامل البوليس معاكم؟ كلموكم قالوا لكم انتم هاي الطريقه اللي عملتوها هي ايجابيه بالنسبه والله يعني احنا في الاول مع المنتخب البلجيكي خرجنا وعملنا شي تما، شافونا قال لك هذا الشيء اللي راكم كان سلبي، وقال لك هذا الشيء اللي كديروه زعما راه مزيان، وتا هما فرحوا. قال لك صافي تبقاو تكلفوا نتوما، كل ما يلعب المنتخب المغربي اجيو وقفوا نتوما تكلفوا، حنا ندخلوا الا كان شي صداع وصافي. هما بحال هكذا ما غادي يقولوا والو، والحمد لله يعني اليوم يعني كل شيء. شكرا لك احمد، لان انت ساهمت بكل شيء من اجل توقف الشباب حتى لا يذهبون ويكسرون والله اخويا احنا نبغيو غير نخليو السمعه ديال العرب، يعني ما يتكلموش علينا بشي حاجه. هم يريدون عليكم فرصه؟ لا يعني ما نظنش يعني ما تعطيهم فرصه افضل، ما تعطيهم فرصه حتى. لا داك الشيء اللي رحنا واقفين هنا. ما لو كان حنا جينا حتى حنا غادي نقولوا نديروا الشغب، لو كان راهم مشاو، ولكن حنا واقفين باش ما بغيناش داك الصوالح ما بغيناش نفكروا فيهم. من وجهه نظرك تصرفات الشباب اللي في بروكسل وعاملين الشغب، يعني ممكن نقول ما يليق في سمعه العرب، شو توجه لهم مره ثانيه؟ والله انا زعما نقول للشباب ديالنا، سواء ديالنا ولا الشباب العرب خاصه، يعني هذا الشيء ما خصهمش يفكروا فيه. والكره كره، ويعني الرياضه رياضه، والسياسه احنا ما عندنا ما نديروا بها، احنا جايين باش نفرحوا. مبروك عليكم، الله يبارك فيك.